اللي ورايا دي سفينة مهجورة ما لقيتلهاش حتى اسم على الخريطة. قابلناها بالصدفة في رحلتنا من شمال مصر لجنوبها. رحلة بدأت بفكرة بسيطة بس مع الوقت قابلنا مفاجآت ما كناش متوقعينها، وبفكر بقى نروح للمركب دلوقتي نستكشف ايه اللي موجود هناك. وفي الفيديو ده احنا مش بس هنحاول ندخل ونستكشف السفينة المهجورة، بدأنا نلاقي تعابين. بصوا، ده انا كمان هاخدكم معايا المغامرة كلها. ابتدينا رحلتنا في شمال مصر، بالتحديد الاسكندريه، وهدفنا كان اننا نقف على اشهر المعالم اللي موجوده هناك. اتحركنا بالعربيات الجيتور، وانا كان معايا الجيتور T2 IDM. كنا بنشحنها عادي كهرباء او بنزين وبتدينا رينج اكتر من 1000 كيلو. عدينا من كوبري ستانلي وكنت فاتح السان روف عشان نستمتع بجو اسكندريه لحد ما وصلنا المكتبه، ووقفنا في الاخر في القلعه اتفرجنا على المراكب والصيادين قبل ما نتحرك ونكمل الاكسبيديشن بتاعتنا. اتحركنا بعديها على الجيزه، وده عشان كان لازم نعدي على اشهر معلم في مصر وفي العالم كله، الاهرامات. قعدنا نلفلف هناك شويه ونستكشف المكان، بعديها طلعنا اتعشينا ونهينا اليوم في مركب في النيل. بقول لك اليوم اللي بعده بقى بدأ بداية هادية، اتجمعنا كلنا علشان نبدأ رحلتنا على خط البحر الأحمر. يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا عند البحر الأحمر، وهنكمل بقى طريقنا للستوب الجاية الجونة. وكان على شمالنا البحر بألوانه الجميلة، فدخلنا وقفنا عنده شوية، وعلى يميننا بقى الجبال وطواحين الهواء اللي برضو من جمالها كان لازم ندخل لها. كملنا بقى رحلتنا لحد ما وصلنا الجونة، من احلى واهدى الاماكن في مصر. اول يوم ريحناه خالص وجهزنا عشان تاني يوم نطلع على رحلة المركب. جهزنا عواماتنا وحاجاتنا وطلعنا مركب شراعية بتلف في البحر الاحمر. اجواء المركب كانت حلوة جدا، ولون المية ما كانش ينفع يتقاوم. خلصنا المركب واتحركنا على النقطة اللي بعديها في مرسى علم النايزك، وده زي حمام سباحة طبيعي جنب البحر على طول. بيقولوا انه اتعمل بسبب ان في نايزك وقع فيه. خلصنا بقى واحنا في طريقنا مروحين لقينا السفينة دي سفينة مهجورة فوقيها طيور وغربان، تحسوا جواها كده هتلاقوا كنز. فقررنا ندخل بالعربية ونروح نستكشفها. واحلى حاجة بقى ان انا معايا في الشنطة المايو، مشكلة ان انا نسيت اجيب جزمة بحر، والطريق ما كانش سهل خالص، كان كله صخور وتعابين بحر. بس في الاخر وصلنا وتسلقنا المركب، وكانت من احلى الحاجات اللي عملناها في الرحلة. يمكن ما لقيناش كنز، بس بالنسبة لي الكنز الحقيقي هو في المغامرة والتجربة. واللي سهل عليا رحلة 2500 كيلو كاملين كانت الجيتور T2 IDM. قاعدة مريحة، وكنا بنطلع بيها اوفرود واحنا مطمنين في اي مكان حبينا نقف ونستكشف. واكتشفت في الرحلة دي على قد ما احنا بنحب نخطط لكل حاجة، على قد ما المتعة الحقيقية بتيجي من الناس والمواقف اللي الواحد ما كانش مخطط لها.